مساء الجمال على كل عشاق نادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يستقر بشكل كبير على تجديد عقد حسين الشحات مع الفريق لمدة موسمين خلال الفترة القادمة، وذلك لرؤية الجميع داخل الأهلي لاحتياج النادي لخبرات اللاعب الكبيرة في الموسم الجديد وعدم التخلي عن خدماته في الوقت الحالي. ومصدر يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ يستعد لعقد جلسة مع حسين الشحات خلال الأيام القادمة من أجل الاتفاق على كل الأمور المالية من أجل تجديد تعاقده مع الأهلي. حسين الشحات يؤكد لبعض المقربين عن رغبته بالتجديد مع الأهلي، لكنه يتمسك بالتجديد لمدة 3 مواسم وليس موسمين فقط، وإنه ينتظر تقدير أفضل من جانب مسؤول الأهلي خلال المفاوضات وتقدير من الناحية المالية بالشكل المناسب، خاصة وأنه يرى حتى الآن عدم وجود الاهتمام الكافي من جانب مسؤول الأهلي بشأن استمراره مع الفريق لامتلاك النادي عدة عناصر في مركزه، وهو ينتظر تحرك مسؤول الأهلي في الأيام القادمة لحسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق. تقارير صحفية تؤكد بأن نادي الفتح السعودي يرغب بالحصول على خدمات مروان عطية من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتؤكد بأن مسؤولي نادي الفتح السعودي تواصلوا مع مسؤول الأهلي في الأيام الماضية من أجل الاستفسار عن إمكانية التخلي عن خدمات مروان عطية خلال الفترة المقبلة، والأهلي يغلق بيبانه أمام رحيل مروان عطية عن الفريق في الصيف القادم لاحتياج النادي لخدمات اللاعب لعدم وجود بديل مناسب قادر على تعويضه. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن إدارة النادي ترفض كل العروض المقدمة لمروان عطية مهما كانت المغريات المالية من أجل الحصول على خدماته، خاصة وأن النادي بيبحث على تدعيم خط الوسط في الصيف القادم بعد استقرار أليو ديانج على الرحيل عن النادي، واستقرار كبير داخل الأهلي على تعديل وتمديد عقد مروان عطية مع الفريق وإعطائه راتب يتناسب بحجم إمكانياته وقدراته لمحاولة تعويضه عن كل العروض المالية الضخمة التي تلقاها مؤخرا، وذلك لرغبة الأهلي القوية بالحفاظ على خدماته خلال الفترة القادمة لكونه أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق. الأهلي يشترط على اتحاد الكرة السماح للكابتن سيد عبد الحفيظ والوفد الكامل الذي تم تشكيله سابقا من جانب إدارة النادي بالاستماع لمدار بين حكم الساحة وحكم الفار بشأن أحداث مباراة سيراميكا، وذلك لعدم تصعيد الأزمة بشكل أكبر بعدما تدخل أحد الوسطاء لمحاولة تهدئة كل الأمور بين الأهلي واتحاد الكرة. والأهلي يشترط تحويل الحكم محمود وفا للتحقيق بعد التجاوزات في حق لاعبي الأهلي وتخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بالإضافة لتعويض النادي ماليا عن أزمة الموسم الماضي بسبب الخسائر المالية الكبيرة بعد رفض الاتحاد استخدام حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري، والإطاحة بأوسكار رويز من لجنة الحكام بسبب الأحداث الأخيرة وعدم إدارته للتحكيم بشكل جيد. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتصعيد الأزمة بشكل أكبر في حال عدم حصول النادي على كل حقوقه وتقديم الاتحاد اعتذار رسمي عن الأحداث الأخيرة، وذلك لضمان عدم تعرض النادي لأي ظلم تحكيمي أو أي استفزازات من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة القادمة. الأهلي يخوض مباراة ودية أمام فريق زد يوم الاثنين القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك ضمن برنامج الاستعدادات والتحضير الخاص لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري. اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بيدرس جديا نشر كل التسجيلات الخاصة بشأن أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا على موقع الاتحاد الرسمي لتكون متاحة أمام الرأي العام بأكمله، وذلك لرغبة هاني أبو ريدة أن يسمع الجميع مش الأهلي وبس، للتأكيد بأن التسجيلات لا تدعو لأي قلق من جانب اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وذلك بعدما فسر الجميع في الأيام الماضية عن تعمد اتحاد الكرة إخفاء التسجيلات عن الأهلي لتواجد أي شيء ما في التسجيلات ضد الأهلي، واستقرار كبير من جانب اتحاد الكرة على رفع كل التسجيلات على موقع الاتحاد الرسمي للتأكيد عن شفافية ونزاهة الحكام المصريين، خاصة بعدما شكك الجميع في الأيام الماضية في اتحاد الكرة ولجنة الحكام بالكامل وعن مخاوف الجميع داخل اتحاد الكرة من سماع وفد الأهلي كل مدار بين حكم الساحة وحكم الفار بشأن أحداث مباراة سيراميكا. الأهلي يكلف الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك لبدء تلقيهم السيرة الذاتية لعدة مدربين أجانب من جانب بعض الوكلاء تحسبا للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة القادمة.
والاهلي ينفي وجود اي نية لدى النادي بالدخول في اي مفاوضات مع المدرب المغربي وليد الركراكي من اجل توليه القيادة الفنية للفريق خلافة ياس توروب، ويؤكد بان النادي لم يدخل في اي استفسارات او اي مفاوضات مع المدرب المغربي من اجل توليه القيادة الفنية مثلما قيل في الايام الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا، وهو يعد فقط من ضمن قائمة المدربين الاجانب المرشحين على طاولة النادي للتعاقد مع احدهم بداية من الموسم الجديد. لكن النادي لم يتخذ اي خطوات رسمية بالتفاوض مع اي مدير فني اجنبي في الوقت الحالي. استقرار كبير داخل الاهلي على رحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق في الصيف القادم لعدم احتياج النادي لخدماته، ومصدر يؤكد بان مسؤول الاهلي تواصلوا بالفعل مع عدة شركات خاصة بتسويق اللاعبين لتوفير عرض جيد للاعب عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك لعدم اقتناع مسؤول الاهلي بمستوى طاهر محمد طاهر مع الفريق وقلة مشاركته في المباريات بشكل كبير طوال الفترة السابقة. الأهلي يواصل تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادات لمواجهة بيراميدز القادمة في الدوري، ولاعبي الأهلي خاضوا تدريبات بدنية مكثفة وتدريبات بدنية متنوعة في الجيم في بداية تدريبات اليوم، وخاضوا أيضا تدريبات فنية متنوعة على ملعب مختار التتش قبل أن يختم ياس توروب التدريبات بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء المصابين. ياس توروب عقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل بداية تدريبات اليوم للحديث معهم عن أهمية الفترة القادمة والفوز بباقي المباريات المتبقية بالدوري، ويطالبهم بضرورة التركيز فقط في التدريبات وعدم الانشغال بما يقال للظهور بشكل جيد في المباريات القادمة والمنافسة بقوة على بطولة الدوري. وطلب من مهاجمي الأهلي بضرورة استغلال أنصاف الفرص التي بتتيح لهم في المباريات لتسجيل أهداف للخروج بالنتيجة التي ترضي طموحاتنا. الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي يؤكد بأن كريم فؤاد يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة، ويؤكد بأن اللاعب يواصل حاليا آخر مرحلة من برنامجه التأهيلي ضمن برنامج العلاج الطبيعي الخاص به تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية، وأن اللاعب يؤدي فقرات التأهيل بالمرحلة الأخيرة ويخضع لقياسات بدنية مستمرة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة. الكابتن سيد عبد الحفيظ يستغل كل التصريحات المسيئة من جانب الإعلامي الزملكاوي في الأيام الماضية لمحاولة شحن لاعبي الأهلي للرد على كل هذا التصريحات داخل الملعب، وذلك للتأكيد للاعبي الفريق على ضرورة الرد بقوة على كل هذا التصريحات المسيئة للأهلي وجماهيره بالفوز بباقي المباريات المتبقية في بطولة الدوري، ويطالبهم بضرورة التركيز وخوض المباريات القادمة بكل جدية وعدم التفريط في أي نقاط مجددا. ويعد الجميع بأن النادي سيعيد النظر في كل العقوبات الموقعة عليهم طوال الفترة السابقة في حال الرد على الجميع بالفوز بالدوري. الكابتن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور لمحاولة الرفع من معنويات اللاعب لاستعادة مستواه في المباريات القادمة، وأكد له عن ثقة النادي في إمكانياته وقدرته على الظهور بشكل جيد في المباريات القادمة ومساعدة زملائه بالفريق بالتتويج ببطولة الدوري، ويطالب اللاعب بعدم الانشغال بما يقال عبر مواقع السوشيال ميديا بشأن مستقبله مع النادي، وأكد له بأن إدارة الأهلي لم تتخذ أي قرار بشأن مستقبل أي لاعب بالفريق. تقارير صحفية تؤكد بأن بيراميدز بدأ خطوط التواصل مع حمدي فتحي للاستفسار عن إمكانية الحصول على خدماته في الصيف القادم، وتؤكد بأن مسؤول النادي السماوي بيستعد لتقديم عرض مالي قوي لحمدي فتحي من أجل إقناعه باللعب والانضمام لهم، وذلك في ظل ارتباط اسم اللاعب بالعودة للأهلي مجددا لتعويض رحيل أليو ديانج عن الفريق. مطالب قوية داخل الأهلي بضرورة التحرك مبكرا للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي وعدم الانتظار للأوان الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حتى يكون أمام النادي وقت كافي لاختيار المهاجم الأنسب وعدم التسرع لضم مهاجم لم يشاهده النادي لوقت كافي، وأيضا لضمان عدم تجربة جراديشار وكمويش والمهاجمين السابقين الذي تعاقد معهم النادي في السنوات السابقة والذي فشلوا في خوض تجربتهم مع الأهلي. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي.